السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا أخبار كتير النهارده عايزين نتكلم عليها. قبل ما نتكلم على أي حاجة بنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وابتدى لإخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم آمين. نزول عقوبة على حسين الشحات بعد الأداء السيء اللي إحنا شفناه في مباراة انتر ميامي، شفنا أداء سيء وإهمال، فإدارة النادي الأهلي هتوقع عقوبة على حسين الشحات. برضه في عقوبة برضه هتنزل على قفشة وطاهر محمد طاهر بسبب نشر صورة ليهم بعد مباراة الأهلي وانتر ميامي إن هم متواجدين قدام غرفة ليونيل ميسي لاتخاذ صورة معاه، فدي طبعًا هياخدوا عقوبة عليها. ما بيحسّوش بجمهور النادي الأهلي، في ناس ما عرفتش تنام، في ناس تعبت نفسيًا وأنتم مش حاسين رايحين تاخدوا صور تذكارية مع ليونيل ميسي، فدي عقوبة برضه عليهم. وبالنسبة لمحمود حسن تريزيجيه نزلت عليه عقوبة بنُص مليون جنيه، تمام. وفي برضه احتمال كبير إن خوسيه بيرو ما يلعبوش أساسًا المباراة القادمة، إن هو غاضب باللي حصل منه. فأعتقد إن هو ممكن ما يلعبش معانا أساسي في مباراة بالميراس القادمة. طبعًا هي ضربة قوية للنادي الأهلي طبعًا، بس اللاعب غلط ولازم يتعاقب. بس أنا شايف برضه من وجهة نظري، أنا شايف إن هو يعني يتعاقبوا في حاجة تاني، إنما ييجي مباراة بالميراس ما يلعبش معانا، فدي هتبقى صعبة بالنسبة لي. طبعًا إحنا محتاجينه وإحنا عارفين إمكانيات محمود حسن تريزيجيه، كلنا بنحبه والله، بس هو غلط ويتعاقب، تمام. بس دي كل الأخبار اللي معانا النهارده. كلنا شُفنا برضه امبارح مباراة بالميراس وبورتو انتهت بالتعادل، نسخة بالكربون من مباراة النادي الأهلي وإنتر ميامي. بس نادي بالميراس فريق قوي زي ما إحنا عارفين، وشُفنا المباراة انتهت امبارح بالتعادل 0-0، والتعادل 0-0 في صالح النادي الأهلي وإنتر ميامي. فالمباراة القادمة للنادي الأهلي يوم الخميس ضد نادي بالميراس الساعة 19:00. المباراة هتبقى صعبة والله العظيم يا جدعان، المباراة هتبقى صعبة بجد، هتبقى عايزة مجهود بدني جبار. نتمنى النادي الأهلي يشتغل على كده، وطبعًا إحنا قدامنا فرصة الحمد لله، جات لنا هدية على طبق من دهب، أتمنى إن إحنا نستغلها ونعرف نواجه بالميراس، نعرف نقضّعه ونعرف نتعامل معاه.